السلام عليكم. انا ليلى. جيت اليوم نحكي لكم قصتي اللي فيها بزاف العبر واستفاده. قصتي غادي تبدا ملي تلاقى الوالد مع الوالده، تعارفوا وحبوا بعضياتهم وبغاو يتزوجوا، ولكن لقاو الرفض من طرف عائله بابا. ما بغاوش يزوجوهم لانه كانوا باغيين ليه بنت خالته، ولكن مع الاصرار ديال بابا بقى عليهم حتى وافقوا وجاو خطبوها ليه وتزوج بماما. غادا تمشي ماما تعيش مع بابا في نفس الدار اللي فيها جدة وجدي وعماتي ولكن غادا تواجه بزاف المشاكل مع عماتي كانوا صعابات بزاف وكانوا مشرارات، كانوا كيقولوا الشيطان ما كتعرف والو، عذبوها وقهروها وما خلاو ما داروا ليها. ماما صبرات حتى عيات، ولكن في الاخر صافي تقادى ليها الصبر وبغات ترجع لدارهم. ملي شاف بابا داكشي ويقول لها صافي غادي نعزل ليك، ودار ليها محلها بوحدها، كرا ليها واحد الدويره، وديك الساعه انا كنت تزدت عندهم. من بعد بقات ماما عايشه مع بابا، ولكن ما سلكاتش من الشر ديالهم، بقاو تابعين حتى لتما. مره كيجيو عندها وكيحروا فيها العيشه وكينوضوا الصداع معاها بين ماما وبابا، وكيخلطوا بيناتهم وكيخلقوا لهم المشاكل دائما. ما خلاوش يرتاحوا في حياتهم. علاش هادشي كامل؟ لانهم كانوا كيغيروا من ماما، حيت ماما كانت زوينه عليهم بزاف، وكانوا كيغيروا حتى من العلاقه اللي بين ماما وبابا، حيت كانوا متفاهمين وكيبغيو بعضياتهم. ما عرفش علاش هاد الناس ملي كتشوف خوك مفاهم هو ومراته ومرتاحين وعايشين بخير، خليهم الله يكمل عليهم بالخير. علاش تدخل بحال سوسه بيناتهم وتخلق ليهم المشاكل؟ ولكن هما ما تقبلوش داكشي، ما عرفش كيفاش جاهم. المهم بقاو بحال هكاك حتى بابا صافي عرف بان عماتي هما اللي كيظلموا ماما، وهما اللي باغيين يفرقوا بيناتهم، وهو يقول لهم صافي ما تبقاوش تجيو عندها. جرى عليهم واحد المره وقال لهم ما تبقاوش تجيو عندها، وهي ما بقاش كتمشي عندهم. ملي شافوا داروا بابا هاد التصرف هما يحلفوها في ماما وحلفوا عليها حتى يفارقوهم. وديك الساعه انا كانت عندي 4 سنين، وكانت ماما حامله، عندها حامله بختي. واحد المره ماما كانت مشات للحمام وداتني حتى انا معاها، وبابا كان في الخدمه، وهما جاو خداو الساروت، ما عرفش كيفاش خداو البابا، وغاديين يديروا واحد الخطه جهنميه اللي غاديين يفرقوا بها ماما مع بابا. دخلوا للدار ومشاو لبيت النعاس وخربقوا الناموسيه، وجابوا ملابس داخليه ديال الرجال وحطوا الملابس الداخليه ديال ماما، يعني داكشي مخربق وبحال كان مستعمل، ورشوا البارفان ديال الرجال تما في البيت النعاس باش تكون الريحه زعما ديال شي راجل كان هنا في بيت النعاس ديال ماما. يعني كانت داروا بان ماما راه كانت مدخله شي واحد. عيطوا لبابا بصفه مجهول وقالوا ليه اجي دابا تشوف شنو واقع في دارك. بابا تخلع، ما عرف شنو واقع، واش كيسحب لي واش عماتي جاو ضربوا مع ماما، ولا شاعله فين العافيه، ولا شي حاجه واقعه لينا، ما عرف شنو كان. ما كانش طاحتش على بالو بان هكا زعما ماما تكون داخله شي واحد. بابا جا كيجري للدار وعقلو خارج، ما عرف شنو كاين. كيتخيل شنو غادي يلقى، واش غادي يلقى مراتو ولا بنتو وقع عليهم شي حاجه، واش داخل عليهم شي حد، واش ضربهم شي حد، واش المهم جميع الاشياء الخايبه تخيلها، الا شي حاجه من هذا القبيل، ان الخيانه ولا شي حاجه بحال هكا ما تخيلهاش. ملي دخل الدار كيلقى الثقيل، ما كاين حتى شي واحد، حل الساروت بالدار، تحلات الدار، كيمشي كيعيط ماما على ماما، والو ما جاوبو حتى حد. مشى للكوزينه، والو. مشى لبيت النعاس كيلقى الريحه كتقلب، الريحه ديال الرجال، الملابس الداخليه، حيت هو عارف، يعني عارف الحوايج اللي ماشي ديالو. كيلقى الملابس الداخليه ديال ماما، الناموسيه مخربقه، يعني عرف كاينه شي حاجه، يعني يعرف كان ان شي حد كان داخل البيت النعاس ديالو. كيصوني لماما والو ما كتجاوبش، حيت ماما ديك الساعه كانت في الحمام. بقى كيتسناها حتى جات ماما من الحمام وانا كنت معاها، وهي تفاجئ ماما ببابا، تشدها من شعرها وبقى كيعطيها بالعصا، كيضرب فيها. تكرفس على ماما وهي حامله ومتقله وما فهمات والو، كتقولي اشنو درت باش دير ليا بحال هكا. هو ما خلاش ليها الفرصه فاش تدافع على راسها ولا باش يشرح ليها شنو كاين.
كون ما الجيرانش تدخلوا وفرقوا بابا على ماما، كون قتلها ولا دار فيها شي جريمه. ماما داتها واحد الجاره وداتها لعندها للدار، وهي تقول لها ماما الخير اللي عديري فيا عافاك، يلا وصليني المحطه باش نمشي لدارنا، انا ما قدرتش راه فيا الدوخه وخفت لا توقع ليا شي حاجه ومعايا بنتي. مشات مع ديك الجاره حتى المحطه، حيت دار جدي كانوا كيسكنوا في المدينه اللي مجاوره مع في المدينه اللي ساكن فيها بابا. مشات ماما لعند دار جدي في هذيك الحاله، عينيها زرقين وحالتها حاله. فاش شافتها جداتي تخلعوا جدي وهما جدي هو وخوالي جاو رجعوا لبابا وبغاو يتضاربوا معاه. ما عرفوا شنو كان حيت سولوا ماما قالوا لها علاش دارك هاد الحاله، كتقول لهم انا راه ما فاهمه والو ما عارفه والو. هي كنت في الحمام جيت بدا كيضرب فيا كيعايرني بهضره خايبه ما عرفت شنو كاين. وجاو بغاو يتضاربوا مع بابا، جاي محيحين عليه خوالي وكلشي. صافي فاش دخلهم ويقول لهم اجيو دخلوا اجيو تشوفوا واش بغيت تضربوا معايا، واجيو دخلوا للدار، وهذيك الساعه ضربوني ولا ديروا لي اللي بغيتو. فاش دخلهم للدار وراهم البيت النعاس وقال لهم شوفوا شنو لقيت، بنتكم راه كانت مدخله شي واحد. وهو يقول لي خالي بغى يضربوا خالي، قال ليه لا، قال لي انت كتكذب اختي ما ديرش بحال هكا. وهو يحبسوا جدي، قال ليه زكا، قال لي خلينا نفهموا شنو كاين. ملي قال لي راه عيط ليا شي حد ما عرفتش من الجيران ولا ما شنو، قال لي اجي تشوف شنو واقع في دارك. ملي جيت لقيت كنصوني عليها ما كتجاوبنيش شويه، وهي تدخل كانت زعما كانت في الحمام، وانا جيت لقيت الدار البيت النعاس اشنو فيه واشنو فيه، وهذا الشيء راه ماشي حوايجي. وكيوري البابا بلا حشمه بلا حياه ولا دوك الملابس. صافي هو جدي شد ولادو ورجع قال لهم يلا. ملي رجع للدار داروا ماما داروا لها داكشي اللي ما داروش ليها بابا تاني، داروا لها كتار من داكشي، تكرفسوا على ماما تا هما ضربوها وحامله. وجداتي كتغوت كتقول لهم راه غادي تطيحوا روح. ماما مسكينه تتغوت وتتبكي وكتقول لهم انا شنو درت اشنو درت باش ديروا لي هادشي كامل. ولات جاها انهيار عصبي وجاتها واحد الهستيريا، ولات كتغوت وكتضرب هي راسها مع الحيط وكتقول لهم واش بغيتو تقتلوني انا نقتل راسي بلا ما تقتلوني. واحد الحاله في حقيقه الظلم صعيب صعيب والله. صعيب باش الانسان يكون بريء ما دير حتى شي حاجه وكيظلموه الناس وكيتهموه في شرفه في العرض ديالو. صافي ماما بقات في داك المعاناه مع جدي وخوالي، ولات منبوذه من طرفهم. جدي ما كيجلس معاه كاع في الطبله، ما كياكل معاه ما والو. بعد هذا باش غادا تعرف داكشي من جده اللي قالت لها شنو كاين. قالت لها شنو قال لهم راجلك، قالت لها واش انت هادشي كتقول كتحلف ماما كتقول لها راه هادشي ما كاين منه حتى شي حاجه. بغاو يمشيو يسولوا مولات الحمام الطيابه، يمشيو يسولها واش راني فعلا كنت في الحمام ومعاش دخلت ومعاش خرجت. المهم جداتي واخا صدقات ماما، ولكن خوالي وجدي ما بغاوش يصدقوا. من بعد جدي غادي مرض غادي يجيه شلل نصفي بداك الفقصه وداكشي ديال ماما، يعني كان كيسحب لي واش ماما فعلا دايره داكشي. جا شلل نصفي ما بقاش يحرك النصف ديالو، ما الهضرات وتقالات ولاو كيرجعوا اللومه لماما وكيقولوا لها انت سباب باك. من بعد شهور قليله غادي توفى جدي، وفي هذاك نفس النهار غادي ماما يشدها الوجع، ولكن حتى شي واحد ما شافها ولا ساق ليها الخبر، لانهم كلهم كانوا مشغولين مع العزايه ومشغولين مع الجنازه. وما كانوا نتوما عارفين في الاحياء الشعبيه كيبنيو واحد الخزانه في الدرب، هي فين كيجيو الناس مع الديور كيكونوا مضيقين وكيجيو الناس بزاف. كلشي تقريبا كان خارج وعلى برا في الدرب تما. حتى شي واحد ما سمع ماما وهي كتوجه، كانت داخله لواحد البيت وكتغوت وكتوجه. حتى فات الوقت وسخفات ماما وتا دخلت عيو خالت ماما، هي اللي دخلت بغات تاخد شي حاجه من هذاك البيت، وهي تلقى ماما سخفانه والدمايه سديزه، وهي تبقى تغوت وما تقول لهم اجوا عتقوا 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 عتقوا. ملي جاو لقاو ماما هكاك سخفانه عيطوا لومبيلونس، جات دات هذيك الساعه داوها للسبيطار، ما جاو يفكوها ويحيدوا ليها الجنين حتى داموا الامانه اماتوا. ماتت ماما في نفس النهار اللي مات فيه جدي. إنا لله وإنا إليه راجعون. كلشي تأثر بالموت ديال ماما. جداتي تصدمات بزاف وبقات فيها ماما بزاف، لأنها ما كانش كتخيلها بأنها غادا تموت بحال هكاك.
ما كانش كتخيل بانها غادا توفى في نفس النهار اللي كانت الصدمه ديال جدي وكانت الصدمه ديال ماما. صعيب الحال بزاف، ولكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. واللي اثر عليهم بزاف واللي حاروا في معاه بزاف هي انايا. كنت باقا صغيره وكنت متعلقه بماما بزاف، وكنت كنبكي وكنقول لهم بغيت ماما، بغيت ماما. ما عارفاش ماما واش ماتت ولا ما كنتش عارفه شنو هو الموت، ولكن كانوا كيقول لي ماما راه مشات عند الله راه. ولكن انايا كنت كنبكي وكنقول لهم جيبوا لي ماما، بغيت نمشي عند ماما، بغيت ماما. من بعد هاد المأساة كتستمر الحياة بالمر ديالها وبالحلو ديالها. بقى احتضنتنا جداتي وهي اللي رباتنا، وكانت معاها واحد خالتي كانت هذيك الساعه خرجات من القرايه وبقات كتعاون جدها في الدار وكتقابلنا حتى حنا. وهذيك الساعه كان واحد الخالي الكبير كان توظف، كان دار ممرض ومشى لواحد المدينه كبيره يخدم فيها، وخالي الاخر كان حتى هو خدام، وكان واحد خالي الصغير هو اللي كان مازال كيقرا. بقينا عايشين هكاك. بابا ما جا ما سول فينا ما والو، ما دخل اختي في الحاله المدنيه ما بغى يعترف بها. ومشات ايام وجات ايام. واحد النهار واحد الجاره ديال ماما اللي كانت ساكنه حداها بقات كتقلب على بابا حتى مشات عنده الخدمه ديالو، حيت هذيك الساعه بابا كان طلق هذيك الدار من بعد من هذاك المشكل. كان صافي طلق الدار ورجع لدارهم. وهاد السيده كان سميتها مي فاطمه. كانت هاد مي فاطمه انسانه طيبه والله يعمرها دار ومعروف عليها المعقول. قلت لكم وهي مشيت عند بابا الخدمه وهي تقول لي تناتو تخرج من الخدمه قالت لي وليدي بغيت نهضر معاك في واحد الموضوع. قال لي ها الله يسمعنا خير وما فاتنا شنو كاين. قالت لي راه الموضوع راه محيرني في راسي، وانا خفت وليدي ما بقى ما عرفش شنو وقع ليا في الدنيا، وربما هادشي اللي غنقول لك غادي يغير شي حاجه ولا على الاقل غادي يوصلك شي حاجه اللي عندك فيها شكوك. داك بابا دخل الفضول بزاف وبغى يعرف شنو كاين. وهي تقول ليه انت وليدي داك النهار فاش وقعت الواقعه وضربتي مرتك، حيت من بعد عماتي وهداك الشيء كانوا فضحوا داك الشيء، قالوا لي كلشي كان ساق الخبر بان ماما راه كانت دخلت شي واحد تما للدار. واخا بابا ما كانش باغي يقول، ولكن عماتي فضحوا قالوها تما في داك المدينه، ومع داك المدينه صغيره كان كلشي كي تعرف فيها. هي تقول لها وليدي ديك النهار فاش وقعت الواقعه وتخاصمتي مع مراتك، هذيك النهار كانوا خواتاتك واش كانوا عندكم في الدار؟ قال لي لا ما كانوش، اصلا خواتاتي راه كانوا تخاصمت معاهم شحال، فاش كانوا كيتخاصموا مع مراتي وما بقاش وكانوا ما بقاوش كيجيو عندها. وقالت لي وليدي هذاك النهار انا كنت ماشيه نجيب شي تقضيه وجايه طالعه في الدروج، وخواتاتك بجوجات الزربه هابطين من الدروج وهبطوا وقالوا يا السلام وهبطوا مشاو. انا ما ديت ما جبت، قلت ربما راه كانوا عند مرتك. قال لها واش متاكده من هاد الهضره مي فاطمه؟ قالت لي متاكده وليدي، بحال هادشي كان على البارح. قالت لي هذيك النهار قلت انا ربما تكون شي حاجه، وانا بغيت نقول لك هاد المعلومه لعل وعسى تفيدك في شي حاجه ولا تبين لك شي حاجه اللي غامضه. هو يقولها صافي صافي ام فاطمه الله يرحم لك الوالدين، وراه الميساج ديالك وصل. صافي بابا ديك الساعه بدا كيرجع للسينتا وبدا كيتفكر بان هذيك النهار كان عيط ليه شي واحد راجل وقال لي اجي لدارك وشوف شنو واقع في دارك. هو يقول كو كانت شي حاجه كون هذيك الساعه حصلتهم، ولكن حيت هو كان ما تعطلش، كان جاب الزربه شويه. هو يقول تفكر مراته بانها من بعد كانت كتقول لي هما شو يسولوا الطيابه واش فعلا كانت في الحمام ولا لا. هو يمشي نيت عند هذاك الحمام وبقى كيسول على هذيك السيده اللي كانت خدامه في داك النهار. المهم بقى بزاف الاسئله وبزاف الجرا باش لقى هذيك السيده، حيت كانوا العيالات كانوا هما شي جوجات كانوا كيتناوبوا. وفعلا لقى هذيك السيده اللي كانت تما وبقى كيسولها وكيقول لها واش مراتي كانت هذيك النهار فلان فلاني، وبقى كيحكر عليها. هي ديك السيده ما حقلاتش مزيان. المهم بقى مع ديك السيده بشويه تذكرات مزيان وقالت لي فعلا كانت هي وبنتك الصغيره كانوا جاو الحمام. مهم حتى في الاخر عرف بان ماما راه فعلا كانت في الحمام في هذيك الساعه،
وعرف بان السالوت غيكونوا خداوه عماتي، وهما اللي داروا هذاك الفعل كامل، وهما اللي كانوا خطوا هذيك الخطه الجهنميه. هذيك الساعه كان بابا تزوج بنت خالته، كانوا زوجوا بنت خالته اللي كانوا باغينها ليه من الاول. بابا هذيك الساعه تنادم معاه الحال، ولكن هذيك الساعه الندم ما كينفع بوالو. ضاعت مراته، ظلمات مراته، وبنياته ضاعوا وفرط فيهم، ولدرجة أنه انكر بنته الثانية، لأنها كان كيقول لهم راه ماشي بنتي، وراها الله أعلم من وين جابتها. ندم، ولكن هذيك الساعة الندم ما كينفع بوالو. مشى لعند دار جدي ومشى كيبكي لعند جدة، وبغى يبوس ليها الرجلين ديالها، وقال لهم سمحوا لي وظلمت بنتكم، ولكن راه ماشي مني. عذروني وديروا راسكم في بلاصتي. فاش تجي هذيك الساعه وتلقى هذاك الشيء، راه ما صافي، راه لاباس ملي ما قتلتهاش هذيك الساعه ولا درت شي جريمه. قال لهم سمحوا لي، بقى كيبوس الجده على راسها وشد هذيك الساعه. المهم من بعد كيقولوا ما عندهم ما يديروا هذيك الساعه، صافي ماما توفات وجدي توفى بالفقصه، ما عندهم ما غادي يديروا، ما عرفوا بان داكشي كلشي كانوا داروه غير خواتاتو. من بعد ديك الساعه صافي بابا بدا كيصرف علينا، دخل اختي الحاله المدنيه، وقال لهم بغيت ندي بناتي يعيشوا معايا، ولكن جده وخوالي ما قبلوش، قالوا لي لا، غادي يبقاو معانا لان ما عندناش الثقه في خواتاتك، وما عرفناش مراتك واش غادا تهلا فيهم ولا لا. اللهم خلي لي بنات بنتي نشم فيهم الريحه ديال بنتي، وراهم معمرين عليا، ورا خوالهم راهم مقابلينهم وخالتهم حتى هي راه مقابلاهم. وانتيا الخير اللي عدير فيهم هو انك تبقى تجي تسول في وليدات بنياتك وما تنساهمش، وتبقى تسول عليهم وتصرف على بنياتك. هادشي اللي مطلوب منك. وصافي داكشي اللي كان. بابا كان مره كيجي يسول علينا، كيهز لينا المصروف ديالنا. جده تربي فينا، بقينا غاديين هكاك تنكبروا. خوالي تزوجوا، خالي داك الصغير حتى هو توظف ومشى لواحد المدينه اخرى. بقى داك خالي الاخر تزوج، مراته ما تفاهماتش مع جده، عزلات وسكنات في دار وحده. بقينا غير حنا وجداتي خالتي حتى هي من بعد غادا تزوج، وانا بقيت غادا وكنكبر. هذيك الساعه وليت انايا عزيبه وتنقرا، واختي حتى هي دخلت المدرسه كتقرا، وحكنا كنقراو مزيان وكنجيبو نقاط مزيانه. في الاخر بقينا حنا اللي بقينا مع جده في الدار، حاطين عليها الراس وحاطه علينا الراس، كتحن فينا وحنايا حتى حنا كنعتنيو بها. وديك الساعه جده بدات كتكبر شويه وصحتها بدات كتقل شويه، وانا ديك الساعه راني عزيبه كندير كلشي، ندير الشغل، كنجي من المدرسه ندير الشغل ديال الدار، وهي جده كانت بحال هكا كطيب لينا شي حاجه توجد لينا ملي كنكونوا في المدرسه. وما بابا كان زاد عنده جوج الاولاد وجوج البنات، كانوا جوج الاولاد زادوا عنده توام ومن بعد ولدات بنت في بنت. مرات با كنمشيو عند دار با في العطل بحال هكا، كنمشيو عندهم، ولكن واخا هكاك تنلقاو واحد المعامله ما كتعجبناش من طرف مرت با. كتعاملنا بواحد الجحود، واحد ما كتسوقش لينا. كنشوفوا هذاك الفرق وهذاك الميز ما بيننا وبين ولادها، ما كتعتنيش بينا. ملي كيكون بابا راه كتهضر معنا عادي وداكشي، كيخرج بابا ما كتبقاش تسوق لينا. تتجي المرات ملي كتحط الماكله تتعيط لبناتها لولادها، وحنا ما كتعيطش لينا. لما جينا ناكلو ما تعيطش لينا. صافي شفنا بحال هكاك حتى بدينا كنقصو، ما بقيناش كنمشيو عندها بزاف. فاش يجي بابا يدينا كنقولوا لا خلينا مع جدها، وجده بوحدها، ولينا كنديروا السبه بجده، ما نقدرش نخليو جده بوحدها ونمشيو. صافي مشات الايام وجات الايام، وديك الساعه انايا وصلت كنت كنقرا في البكالوريا، وواحد عمتي كانت مشات للطاليان. وهاد عمتي كانت عندها واحد الولد كان فايتني ب3 سنين، كانت مطلقه به، وكان ديك الساعه باقي في المغرب، كانت خلاته في المغرب وكانت هي مشات للطاليان. وكانت هاد عمتي كانت كتعاملني انا واحد المعامله خاصه، كانت كتحن فينا بزاف انا واختي، وكانت كتجيب لنا الكادوات والحوايج، وبالاخص انا كانت تجيب لي التليفونات وتجي مخلت ما كتجيب لي، وكتقول لي راكم بنات خويا وراكم عزاز عليا، وبحال زعما بحال تنادم معاه الحال. وديك المعاملات اللي كانت كتعامل ماما
وكتقول لي داكشي راه فات وداكشي كان ديال الصغر وكنا طايشين وما كانش عندنا العقل، يعني باش انا ما نبقاش حاقده عليها. وكانت كتقول لي كانت كتعاملنا حنايا اكثر ما كتعامل ولاد خوتي اللي من با. ايوا كانت كتقول لي انت راكي غادي نزوجك بولدي، انت اللي غادي تكوني مرات ولدي. ايوا داك ولدها كان تا هو واحد الشاب ظريف ومؤدب ومتخلق وكان كيقرا، وكانت ديك الساعه كانت كتطلع ليه في الوراق باش ديه معاه، حيت كانت بداتوش وهو صغير وفات 18 عام وما كانش عندها الحق باش تديه، دير ليه تجمع، وكانت كتقلب ليه هكا شي كونطرا ولا شي حاجه باش تجيبو باش ديه للطاليان معاها. ايوا كانت كتقول لي عي صبري ندي ولدي ونصيب ليه الوريقات وغادي نجيوكو على ما انت تقراي وتكملي قرايتك. وكانت كتقول لي شوفي عي خدي البكالوريا وديري شي دبلوم، ما ديريش لافاك، ديري دبلوم هكا شي حرفه اللي غادا تخدمي بها هكا في برا. وكانت زعما صافي طمعاتني وكانت كتهضر معايا هكا على هادشي ديال برا. وانايا صافي بديت كنرسم الاحلام ديالي وكنت بديت كنرسم المخططات ديالي غير على ولد عمتي وعلى الخارج. وولد عمتي حتى هو كان كيبادلني نفس الشعور، كان كيبين لي بانه راه باغيني وكيبغيني، وكان كيتواصل معايا هكا في التليفون والميساجات، ولكن باش نتلاقاو لا كان هو في مدينه وانا في مدينه، كيف قلت لكم كانوا هذوك المدينات مجاورين. وصافي من بعد ما عمتي غادا دي ولدها وغادا تشري لي كونطرا ومشات وكل مره كتقول لي راه باقي ما صايبش الوراق، وراه على ما يصايب الوراق غادي يجي وغادي نديروا العرس وغادي يديك معاه. وهي كانت قالت لجداتي قالت لها ما تعطيو ليلى حتى شي حد، ليلى راها صافي راها غنزوجها لولدي. هو صافي كلشي في العائله كيعرفوا بان راه سعد ليلى وليلى لسعد. ايوا وهي عمتي فين ما كتجي في شي عطله كتجي كتعيط ليا، واخا نكون انا في وقت المدرسه واخا في النصف ديال السنه كتعيط ليا وكنجي عندها وخاصني نبقى معاها ونخرج انا وياها. وكانت كتونس بيا بزاف، وكانت في نفس الوقت كانت كتستغني فين ما كتجي خاصها نبقى ندير لها الشهوات وندير لها نطيب ليها ونقاد ليها. هي كانت كتجي عندها مرا اخرى يعني اللي كدير لها داك الشغل الكبير السوسان ديال الدار وهداك التصبيل الكبير وداكشي، ولكن بحال هكا شي طياب هكا خفيف ولا هكا نبقى موانسه معاها. مع هي كانت كتجي المغرب بزاف، كانت كتجي اكثر من 4 المرات في العام. ايوا كنت كنمشي معاها نسافر معاها نمشي معاها لهاد المدينه نمشي معاها عند هاد صاحبتها تمشي عند هادي وكانت كتبغيني نمشي معاها. وانايا هذيك الساعه كان هذاك الشيء كان كيأثر لي على القرايه، يعني كيفوتوني امتحانات كيفوتوني دروس واخا هكاك وكنت كنريكوبيري داك الشيء رغم الغياب وداك الشيء. وكانت هي اللي كانت كتمشي كدير ليا شهاده طبيه وكتمشي معايا للمدرسه وكتقول لهم راه كانت مريضه وهذه ايه وباش ما يطردوني باش ما ياخذوش شي اجراء في حقي. ايوا صافي مشات ايام وجات ايام وولد عمتي غادي يصايب الوراق وانا غادي ندير واحد الدبلوم وخديت الدبلوم وكملته وبقيت كندير سطاجات. وعمتي كل مره وكدير لي السبه كتقول لي راه خاصها واحد الورقه راه خاصها هادي خاصو يكمل هادي كل مره وكدير. هو ولد عمتي ما عمره جا المغرب واخا شد الوراق وداكشي ما جاش المغرب. اما علاقتي معاه كان في الاول كان الاتصال كنا كنهضروا ميساجات وداكشي، ولكن مع المده طال سنين ما بقاش هذاك الاتصال وما بقاش هذاك الحبل ديال التواصل بيني وبينه، حتى بقى حتى انعدم كاع ما بقيناش كنهضروا مع بعضياتنا. ولكن انا بقيت معلقه الامل ديالي بيه وبقيت كنفكر فيه، يعني كان بامكاني باش نحصل على نقاط عاليه اكثر من هادوك، وكان بامكاني ندير شي معهد ولا شي حاجه ولا شي مدرسه اللي تكون احسن من هذاك الدبلوم اللي كنت درت. يعني درت غلط كبير، خليت عمتي هي اللي تحكم ليا في حياتي وهي اللي ترسم ليا المسار ديال حياتي، لانه واخا هكا كان مسار وهمي. وعداتني بشي حوايج ما كايناش، وعداتني بزواج بولدها وولدها في الاخر تقلاب وما بغاش، وعداتني بانها ديني معاها الخارج وكانت كتقول لي شوفي راه واخا كاع ولدي انا ما ضامناش ولدي يقدر يتبدل وشي حاجه، راه انت عندك نديك معايا غير ديري هذاك الدبلوم باش تخدمي به برا.
ايوا صافي مشات ايام وجات ايام. صافي من بعد انايا بديت خدامه، خدمت فواحد الشركه. اختي تبارك الله غاده مزيان، ما تبعاتش عمتي. قرات جابت نقاط مزيانه، دخلت دارت واحد المعهد وراه تبارك الله غاده مكمله فيه. من بعد هاد عمتي غادا تدبر واحد الكونطرا. جات عندها جات في يديها واحد الكونطرا، ولكن فاش تجيبها لي انا اللي كانت موعداني فيها، داتها لبنت ختها. بنت ختها كانت قريبه ليا في السن، كنت انا فايتها بعامين، وكانت عطاتها لهاديك بنت ختها، هي اللي جاتها وداتها بلا حشمه بلا حياه. كتقول لك حقا لا، هذيك راها هذاك الدبلوم اللي دايره هو اللي مطلوب في هذيك الكونطرا، وهذه داكشي عيب كذوب وصافي. انا فضلات بنت ختها عليا انايا. انا كانت عيب كتستغني، وكانت كتجيبني هكا في العطل باش نخدم عليها وباش نونسها وباش تلقى شي وحده اللي تقابلها. عاد باش فقت من القلبه وعرفت عمتي بان راه عي كتفلى عليا وغير كتستغني، وانا نجمع الوقفه وصافي قطعت العلاقه مع عمتي. ايوا هي ولات كتقول لهم راه نكرت الخير، وانا شنو كنت كندير عليها، ورا شنو كنت كنجيب ليها ومخليت ما جبت ليها، وفي الاخر اشنو دارت وبلوكاتني. انا صافي قطعت العلاقه مع عمتي، ما بقيتش بغيت نتواصل معاها. ما بقيتش بغيت نبقى معلقه الامل ديالي فيها، بغيت نعلق الامل ديالي في الله. وما بقيتش بغيتها ترسم ليا ولا نخلي شي حد اللي يرسم ليا حياتي ولا يدخل ليا في حياتي ولا يشوفها. ندير حياتي رسمها كيف بغيت انايا، ونخلي الامل ديالي في الله، وهو اللي غادي يوفقني، وهو اللي غادي يحدد ليا المسار ديال حياتي. داكشي اللي كان. مشيت درت خدمت من بعد ستاجات وداكشي، خدمت واحد الخدمه في واحد الشركه. الحمد لله يسر لي الله. بقيت مع جده اختي، راها تبارك الله غاده حتى هي فداك المعهد كتكمل قرايتها فيه وغاده بنقاط مزيانه. وبهذاك الصالير اللي كنت كنشد كنت كنعاون به جداتي في المصروف، وكنت كنعاون اختي باش الا احتاجت شي حاجه في القرايه ديالها ولا في اللباس ديالها وداكشي. واخا ان كانوا خوالي كيعاونوها وكيصرفوا علينا، ولكن حتى هما كان عندهم حياتهم اخرى وعندهم وليداتهم، انما غاديش يبقاو هازين هذيك المسؤوليه اللي كانوا هازينها علينا، اللي هازينها من قبل. الحمد لله الامور ديالنا غاده مزيان، واخا بابا حتى هو كيصرف علينا مره ولكن حتى هو الحمل ثقيل عليه، عنده 4 الوليدات ومراته كانت كتخليه فين يتنفس، ولا كان حتى هو كان تقلات الزياره ديالو، كان كيجي عندنا غير مره وصافي. من بعد غادي نتلاقى مع واحد الشاب اللي هو اللي غادي يكون الزوج ديالي. واحد الشاب نعم الاخلاق، نعم التربيه، جميع المواصفات زوينه فيه. سبحان الله، الا كان ربي عكس لك في شي حاجه وانت كنتي باغيها ومتشبت بها، عرف بان ربي راه مخبي لك شي حاجه اخرى ما احسن. الحمد لله تلقيت مع هاد الوالد، بقينا كنهضروا بيناتنا. كانت علاقتنا اللي كانت مبنيه على الزواج. كنا كنهضروا. هذيك الساعه كان هو يلاه كان خدام، وكان يلاه بادي في الحياه ديالو. بقينا كنتواصلوا كنخرجوا مع بعضياتنا، لان كانت علاقه نقيه ومبنيه على الاحترام. اللي دامت تقريبا واحد 9 شهور. من بعد قلت لي انا راه ما غاديش نبقى نتلاقى معاك هكا وداكشي، راه كاينين خوالي وكاينين هكا، ما غاديش شي نهار غاديني ويسيقوا لنا الخبار ما نولي في المشاكل. من الاحسن ما نبقاوش نتلاقاو بزاف. ويقول لي وعلاش حنايا كاع نبقاو نتلاقاو في التخبيه، نجي لداركم ونخطبك ونديروا داكشي اللي كتب الله وتولي مراتي. جاتني الفكره، زعما فاجئني انا الانسان يلاه بادي وهداك الشيء. ما قلت لي وانت دابا ما عندك لا الدار لا والو. قال لي ولا قبلتي عليا تجلسي مع دارنا. ملي قال لي جلسي مع دارنا بحال اللي ترددت شي شويه وتفكرت بهذيك المشاكل اللي كانت دازت على ماما مع عماتي. تخوف شي شويه، ولكن هو كيقول لي شوفي راه الوالده ديالي راه الله يعمرها دار، وحتى خواتاتي راه حتى هما باقيين صغارات كيقراو، ما تلقيش معاهم شي مشكل. صافي هذاك الشيء اللي كان قلت ليه قلت لي على بركه الله. مادام انني كنبغيو بعضياتنا وفاهمين، علاش لا. صافي داكشي اللي كان جا بدارهم وجا خطبني. كان هو الوالد ديالو متوفي، كانت عنده غير الام ديالو، كانوا 2 خواتاتو كانوا مازالات صغار كيقراو. جاب الام ديالو وجا واحد خالو معاها، وجاو خطبوني وجاو خوالي حتى هما. من بعد درنا واحد الحفيله صغيره. تزوجت براجلي، مشيت معاه لدارهم مع الام ديالو.
صراحة الله امه الله يعمرها دار واحد الانسانه مزيانه، ماشي مشراره وماشي ظريفه كاع بزاف، يعني بحال الامهات عاديه، يعني كتبان ليا بحال الام بحال الجده حتى هي عادي، تقدر تقلق، تقدر تقول لك هاد الحاجه ما خصهاش دير بحال هكا. يعني كنشوفها كتعاملني بحالها بحال بناتها، يعني داك التصرفات اللي كتعامل مع بناتها كتعاملني، واخا انا كنت خدامه وداكشي وما كانش كتعاند معايا ولا تقول لي علاش انت تجي من الخدمه وانا نوجد لك ولا نطيب لك. بالعكس كانت كتجي من الخدمه كنلقاها موجده الغدا موجده العشاء عادي بحالي بحال ولدها. حتى انا ملي كنجي ماشي كنجي وكنشر رجليا ولا كنبدا نتفشش عليها، بالعكس تنجيت انا كنحط حوايجي كنمشي معاها الكوزينه يدي بيديها. ملي كنكون جالسه انا اللي ندير الشغل في الدار، خواتاتو كانوا مازال باقيين عيا طفلات كيقراو. بقيت عايشه مع راجلي بخير وعلى خير الحمد لله. ما كايناش شي مشاكل كثيره، ما كاينش شي المشاكل العاديه اللي كتكون بين الازواج وصافي. غادي نصدق حامله حملت ودازت عندي بنيه، وراجلي كان خدام في داكشي ديال القطاع ديال السياحه. من بعد فاش ولدت راجلي غادي تجي واحد الكونطرا وتعرف على شي سياح تما، واقترحوا عليه بانه يمشي يخدم معاهم في الاوتيل ديالهم كاين في بلجيكا. راجلي غادي يمشي مع هادوك الناس وغادي يخدم مشي لبلجيكا، وغادي داروا ليه كونطرا وداروا ليه الوراق. وهو كان قال لهم رانا عندي مراتي هنا وعندي الاسره ديالي، ما غاديش نقدر نمشي. هما يقترحوا لي قالوا لي تمشي معنا وشوفي الا عجباتك الخدمه تما وداكشي. يعني ماشي غادي يمشي غادي يدوه بالكونطرا بالوريقاتهم مقادين مسوقرين وكل شيء. الا عجبك الحال معنا وبغيتي تستمر معنا جي دي مراتك وولادك. داكشي اللي كان. مشى راجلي خدام تقريبا داز واحد 8 شهور وهو تما، وانا ديك الساعات زادت عندي البنيه كنربي في بنتي. مره كنمشي لعند جده نجلس معاها شويه، مره كنجلس معاها كنبقى جالسه مع مو حيت مو كانت قريبه ليا الخدمه. داكشي علاش كنت كنجلس تما اكثر، وكانت مو كتشد ليا البنيه وداكشي. وجده كانت مرا كبيره وكانت غير هي واختي. داكشي علاش ما لقيتش مشكل اصلا مع مع عدوستي باش ما نبقاش جالسه معاها. بالعكس حتى هي انسانه عاديه مزيانه، كتعاملني بخير، ما كتحترمني، ما كتقللش مني، كتعاوني في بنتي، كتشدها ليا، كتبغيها، كتحماق عليها. بقات الامور ديالنا غاديين بحال هكاك. حتى راجلي جا من بعد هذيك 8 شهور صايب ليا الوراق وداني معاه انا وبنتي تما لبلجيكا. الحمد لله استقريت انا وراجلي، تجمعت انا وياه عايشين بخير وعلى خير، ما خصنا حتى شي خير. تزاد عندي وليد اخر من بعد من وليداتي كبروا واحد شويه ودخلوا المدرسه. بهذاك الدبلوم اللي كنت خديت في المغرب قدرت نخدم به تما في بلجيكا، لان بلجيكا تيهضروا فرونسي وتيهضروا حتى لونجلي. مي ما لقيتش مشكل في اللغه. وليت خدامه حتى انا بخير وعلى خير. كنجي المغرب كنجي نطلع على جده وعلى اختي الحمد لله تبارك الله حتى هي توظفت مع الدوله، خدات واحد البوست كبير وبواحد الصالير جد محترم، اللهم لك الحمد. انايا عايشه بخير ولا خير مع راجلي، واخا بعض المشاكل اللي كتكون بين الازواج عادي، ولكن الحمد لله بخير. شوف سبحان الله، فين كنت كنحلم وكنت متعلقه بداك الحلم ديال اللي كانت رسمات ليا عمتي، وكنت كنحزر في عمتي ونسمح في قرايتي ونجي نقابل عمتي علاش باش ديني للطاليان وتزوجني بولدها. يا سبحان الله، اللي معلقه بلا ربي طيح. ما عمركم تبنيو الاحلام ديالكم ولا تخليو الامال ديالكم على شي شخص اخر. خليو الامال ديالكم على الله، هو اللي قادر يحقق اي حاجه، وهو اللي قادر يرسم لكم الحياه ديالكم. يعني خاص الانسان شويه الصبر والخدمه وياخذ بالاسباب. اما الشخص الاخر حتى هو راه حياته واحلامه كلها في يد الله. من بعد ما عمري بقيت حاولت باش نتواصل مع عمتي، ولا صافي قطعت معاهم. الا با اللي بقيت كنتواصل معاه كيف ما كان الحال راه بابا، وهذوك خوتي راه ما تما الدم ديالي، يعني كندير معاهم صله الرحم وصافي. ومرات با حتى هي كتهضر معايا فاش كنهضر مع ما كنهضر مع بابا وداكشي كتهضر معايا حتى هي، وهي اللي كتجيب لي الاخبار ديالهم، كتقول لي وراه عرفتي راه عيد نوبك راه خرجات في عمتك، راه ولدها راه تزوج بواحد طليانيه وراه ما خلاتش لي ولدات معاه ولد،
وما خلاتش ليهم الدري يدخل الاسلام، قالت لهم ما يطهروا وما يديروا لي حتى شي حاجه، انا بغيت نربي ولدي كيف على الطريقه المسيحيه والطريقه ديالهم هما. ايوا هي ندمات وحتى ولدها ندم، ولكن ما صابو كيديروا، ولات قالت ما كتخليهمش يجيبوا الدري للمغرب، خايفاه لا يطهروا ولا شي حاجه، وهي ما كتعبرهاش، ما كتعطيهاش وقت، وما كتخليش ليها الدري تاخذو واخا في الطاليان تما. ايوا هي قالت لهم ندمت حتى خليت ولدي يتزوج بهذيك الطليانيه، وكون تزوج بنت خويا ليلى ما كانش غادي يوقع لي بحال هكا. ايوا وما كانش غادي يوقع لينا حتى هادشي كامل. ايوا قلت لهم دبر راسهم، خليهم، مازال بنوبي تخرج فيهم ومازال بنوب ماما تخرج فيهم. ظلموها وتعداو عليها وداروا لها ديك الخطه اللي طلقوها ببابا وتهموها في الشرف ديالها والعرض ديالها. الظلم ظلمات يوم القيامه، اتقوا دعوة الظالم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. كانت هذه هي القصة ديالي، وهذه هي حكايتي. وخا أنها كانت مؤلمة وفقدنا الأم ديالنا وتحرمنا منها والظلمات، وتعرضات للعنف من طرف الأب ديالي وخوالي وجدي، الله يغفر ليه، الله يرحم ميمتي ويجعلها يا ربي في الجنة يا رب، هي وجميع الأموات المسلمين يا رب. واللي عنده شي ميمه الله يخليها ليه ويتهلا فيها والله يمتعو برضاها، واللي ميته الله يرحمها ويوسع عليها يا ربي. وكانت هذه القصه ديالي، وخليتكم على خير وبسلام عليكم.